هلو هلو، انا بوسي طه. هعمل معاكم النهارده رز معمر حلو بطريقه سهله جدا وبسيطه، وده بالنسبه لي من وصفات الشتاء السريعه جدا، مش بياخد في ايدينا وقت، وكمان مغذي جدا وحلا سريع وسهل. لو انتوا اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل وصفاتي، وما تنسوش تعملوا لي لايك عشان اعرف ان وصفاتي بتعجبكم. لو انتوا محتاجين اي وصفه اكتبوا لي في الكومنتات، ويلا بينا نبدا مع بعض الطريقه. معايا 6 كوبايات من اللبن او الحليب، بكون مدفياه كويس جدا على النار. انا مش عايزاه يغلي، انا عايزاه بس يدوب كده يدفى معايا. بضيف عليه 1.25 كوباية من السكر، والسكر بيكون على حسب الرغبة، بمعنى حلوا السكر على حسب المذاق اللي انتوا بتحبوه، وزودوا السكر حاجة بسيطة قوي عن المذاق اللي انتوا بتشربوه دايما او بتاكلوه دايما، عشان خاطر يبقى مظبوط معاكم. معايا 2 كوباية من الرز، بكون غسلاهم كويس جدا، ما بنقعهمش، بغسلهم كويس جدا. وفي الصينية أو الطاجن اللي أنا بشتغل فيه بدخله الفرن الأول لمدة 5 دقايق يسخن معايا كويس جدا، وبعد كده بضيف الرز فيه بالطريقة اللي انتوا شفتوها دي. بنزل عليها بقى بكمية اللبن اللي معايا، وعايزة أقول لكم إن لكل كوباية رز بستخدم ليها 3 كوبايات من اللبن أو الحليب، والكوباية اللي بعاير بيها الرز هي اللي بعاير بيها اللبن، هي اللي بعاير بيها السكر. بقلبهم بقى كويس جدا مع بعض، وبضيف الزبدة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. انا هنا ضفت زبدة صفرا، ويفضل ان هي تكون زبدة بلدي وتكون بقري، بتديكوا تست حلوة قوي، وكمان الرز بيكون خفيف جدا معاكم. بضيف قشطة بقى على الوش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لازم تخدموا الرز كويس جدا علشان خاطر يطلع معاكم حلو جدا ويطلع معاكم بالشكل ده. لو انتوا وصلتوا معايا بقى في الفيديو لحد هنا، ما تنسوش تحطوا اللايك وتقولولي بتتابعوني منين. بدخل الرز الفرن رف أوسط على درجة حرارة 180 لمدة ساعة. امشوا على نفس الخطوات اللي احنا قلناها بالظبط في الفيديو. لو انتوا حابين ان انتوا تعملوه في طاجن، اعملوه في طاجن نفس الطريقة دي برضو. وزي ما قلت لكم في بداية الفيديو، كل كوباية رز ليها 3 كوبايات من اللبن. وبقطع بقى الرز المعمر بتاعي، وعايزة اقول لكم ان في ناس بتاكل الرز وهو سخن، وفي ناس بتحبوا تاكله لما يبرد. كلوه بالطريقة اللي انتوا بتحبوها. وزي ما قلت لكم لو انتوا مش بتحبوا الحاجة دسمة قوي، ممكن ما تستخدموش الزبدة الصفراء واستخدموا الزبدة البلدي البقري، بتبقى خفيفة قوي وبتديكم تست حلو قوي. ودي كانت طريقتي للرز المعمر. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل وصفاتي، وما تنسوش تقولوا لي بتتابعوني منين، وما تنسوش دايما ان مع بوسي طه دايما حلاوتها في تتبيلتها.